السلام عليكم. لحد دلوقتي إحنا كده فهمنا كل حاجة تقريبًا، مفاتيح، بوابات، دواير، حساب، CPU، memory. بس في حاجة لسه ناقصة، إيه اللي بيخلّي كل ده يشتغل مع بعض بطريقة مفهومة؟ يعني إزاي لعبة أو برنامج أو موقع يبقى مجرد 0 و1؟ الإجابة إن ما فيش حاجة هنا اسمها برنامج أصلًا، البرنامج عبارة عن أوامر مكتوبة بالصفر والواحد. الأوامر دي يعني إيه مثلًا؟ زي اجمع، اطرح، اقرا، اكتب، قارن، بس الفرق في الترتيب. الأوامر دي لو رتبتها بشكل معين هتدي لك آلة حاسبة، لو غيرت الترتيب هتعمل لعبة، ولو غيرت الترتيب تاني هتعمل لك تطبيق كامل. يعني البرنامج مش أكتر من خطة مكتوبة بلغة يفهمها الكمبيوتر. تخيل معايا إن في حد بيقول للكمبيوتر اقرا الرقم ده واقرا الرقم ده اجمعهم اعرض لي النتيجة. طب هو الكمبيوتر بيفهم عربي ولا إنجليزي؟ لأ، هو بيفهم حاجة واحدة بس، صفر وواحد. إحنا كبني آدمين ما نقدرش نكتب على طول صفر وواحد، صعب علينا جدًا، فبنستخدم لغات برمجة. لغة البرمجة مش هي اللي بتنفذ اللي بيحصل، أنت بتكتب كود بلغة سهلة، الكود ده يتحول لصفر وواحد، بعد كده الCPU يبدأ ينفذ كل اللي بيحصل. يعني من الآخر كده، أنت بتكتب فكرة، بتتحول لأوامر، تتخزن في الmemory، الCPU يقرا والALU ينفذ. وهنا بقى المفاجأة، كل حاجة أنت شايفها قدامك دلوقتي مبنية على نفس السلسلة دي. يعني في النهاية البرنامج مش كود، البرنامج تفكير مترتب ومترجم لأوامر الكمبيوتر بيفهمها. بس خلي بالك، أنت دلوقتي واقف على أهم نقطة، لأول مرة هنبدأ نكتب أوامر بنفسنا. في الحلقة الجاية هناخد أول خطوة حقيقية في البرمجة من الصفر، من غير ولا لف ولا تعقيد. يا رب أكون وصّلتها لكم صح، ونبدأ مع بعض البرمجة، وما تنساش تعمل subscribe.